ربي أدخل شهر رمضان على أهلي وأحبتي وأنت راض عنهم، واجعله شهرا تتبدل فيه سيئاتهم إلى حسنات، وهمومهم إلى أفراح، وأحلامهم إلى واقع. قولوا آمين، وكل عام وأنتم بخير. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي في الله، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم آمين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض جلاش باللحمة. أول حاجة يا بنات هنعمل فيها في الجلاش هنعصق اللحمة. فطبعا زي ما انتوا عارفين أنا كنت معصقة اللحمة معاكم وعيناها في الفريزر، بس أنا حبيت أحط المقطع في الفيديو ده عشان الناس تشوف الطريقة كلها كاملة مع بعضها. فاول حاجه نزلت في الحله بتاعتي معلقه من الزيت، وبعد كده نزلت باللحمه، وبعد كده ضفت لها بصل يا بنات. انا ضفت بصل وفلفل وثوم. وبعد كده نزلت بالبهارات، ملح وفلفل وكمون وشطه وتوابل اللحمه لو متوفر عندك، مش متوفر عندك ممكن تستغنى عنها خالص. وهبدا كده اقلب اللحمه، والملح طبعا ما ننساش. وهقلبها كويس جدا وهدي عليها النار واسيب اللحمه بتاعتي لما تستوي كويس جدا معايا. بس كده ابتديت اعصج اللحمه سهل جدا وما فيش ابسط من كده. دي طبعا اللحمه انا كنت خرجت، طبعا زي ما انتم عارفين ان انا كنت معصجاها معاكم وعيناها في الديب فريزر. فخرجتها قبلها بنص ساعه كانت فكت معايا، لان طبعا انا عاملاها في اكياس رقيقه. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا نص كوبايه من السمنه دوبتها على النار. ومعايا هنا الصينيه اللي انا هطبق فيها الجلاش، وهي لفه من الجلاش. لفه الجلاش دي يا بنات 400 جرام. انا هعملها في الصينيه دي، وعايزاها كمان تعمل معايا طبقات كده حلوه كتيره، يعني تكون القطعه بتاعه الجلاش كده سميكه وحلوه، السمك بتاعها يكون حلو. فانا هتشوفها هعمل معاها ايه الوقت. هنفتح الجلاش زي ما انتم شايفين كده ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفضلا وليس امرا ما تنسيش تدعمني باللايك الحلو بتاعك، ولو انت لسه جديده بتشوف القناه لاول مره اهلا وسهلا بيكي طبعا. تشرفيني وتنوريني باشتراكك في القناه. اضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، اضغط اشتراك وفعلي كلمه الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. اهلا وسهلا بالجميع. دلوقتي يا بنات انا عملت ايه، فتحت لفه الجلاش على صينيه كده وحطيتها على جنب. وبدات ابطن الاول الصينيه بتاعتي اللي هطبق فيها الجلاش بالسمنه، ادهنها كويس جدا من الاطراف زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بما ان انا عايزه لفه الجلاش دي تعملي يعني قطعه كده سميكه وحلوه من الجلاش، هعمل ايه بقى، هجيب الورقه بتاعه الجلاش وهتنيها زي ما انتم شايفين كده على نصين. وطبعا هظبطها كده، لازم تخلي كل الاطراف بتاعتك زي بعض علشان احنا محتاجين الاطراف ديت ما تكونش مثلا كبيره من الجنب والجنب التاني لا، لازم توسطنيها كده مع عندك في الصينيه. وهديها دهنه كده من السمنه، فرشه بس بسيطه كده. طبعا الورقه عامله لي طبقتين، فكل بدهن بس انا تانية الورقه اتنين، ولكن مش دهناها من الجنب من النص من الداخل لا، انا كل ما بدهنها اتنين بدهنها بس بديها دهنه كده من فوق. وطبعا بنخلف كل مره الورق علشان يكون معانا مظبوط زي ما انتم شايفين كده. هعمل اول نص كميه الجلاش الطبقه الاولانيه، وبعد كده انزل بالحشو بتاعي، طبعا اي حشو انت تفضليه. حبه بقى لحمه مفرومه، حبه اجبان، حبه خضار، براحتك خالص اللي تفضليه وتحبيه. طبعا اللحمه بعد ما فكت معايا زي ما انتم شايفين كده ما خدش مني وقت، نص ساعه كانت فكت معايا. وده احلى حاجه في التفريزات اللي احنا بنعملها ان هي بتسهل علينا. يعني حابه تعملي صينيه الجلاش دي جنب الاكل مش هتاخد منك وقت. اللحمه متعصجه بس هتبداي تطبقي بس صينيه الجلاش. بعد ما وزعنا هنا الحشو بتاعنا زي ما انتم شايفين، بدات اتني الاطراف كده زي ما انتم شايفين كده. هتتنيها على الحشو بتاعك وتدهنيها دهنه كده من السمنه. وبعد كده لحد ما تكملي باقي كميه الجلاش كلها. ويا بنات نصيحة يعني الناس اللي بتجيب الجلاش من التلاجة ما تدخلوش الديب فريزر. ما تقولوش لا انا هحتفظ بيه في الديب فريزر لحد ما اجي استعمله. خليه عندك في التلاجة زي ما انت جايباه من التلاجة، خليه في التلاجة بيفضل معاكي طري وجميل ومبيجراش ليه اي حاجة. بيفضل معاكي اسبوع واتنين وتلاتة وممكن شهر كمان. انا جربت كتير وبجيب الجلاش وبقعد عندي فترات طويلة في التلاجة، يعني من غير ما ادخله الفريزر بيكون حلو جدا ومبيجراش ليه اي حاجة. لكن لما بتدخليه في الفريزر ممكن يتكسر منك، ممكن ينشف منك، لما بتخرجيه علشان تستعمليه بيكون فعلا ناشف. فلو انت جايباه من الفريزر دخليه الفريزر، انما انت جايباه من التلاجة خليه عندك على رف التلاجة مش هيجرى له اي حاجه. طبعا جينا بقى الوقت عشان نقطع الجلاش بتاعنا. اهم حاجه ان يكون عندك سكينه تكون حاميه شويه، وتبداي تمسكي كده الجلاش وانت بتقطعيه علشان الورق بتاعك يفضل ثابت مكانه. وطبعا القطع على حسب الحجم اللي انت حباه، وطبعا الشكل اللي انت حباه. انا هعمله كده على شكل المربع زي ما انتم شايفين كده. ودهنت فرشة كده من فوق من السمنة قبل ما اقطعه يا بنات، ادهنيه فرشة من السمنة. وبعد كده معايا كوباية من اللبن معاها بيضة ورشة ملح ورشة فلفل اسمر. هضربهم كده مع بعض كويس جدا، اضرب البيضة مع اللبن وهبدأ اسقي بيها الجلاش.
مش هادخله الفرن. انا دلوقتي هبدأ اسخن الفرن بقى على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت وهسيب الجلاش بتاعي يتشرب اللبن. سيب الجلاش بتاعك يتشرب اللبن عما الفرن يسخن. وبعد كده اديته بس رشة بسيطة من السمنة ودخلته الفرن، وبجد يا بنات ريحته وطعمه حلو قوي. اتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال اعجابكم. شايفين بقى القطع بتاعتنا فنشت في الفرن يا بنات، كانت قبة عاملة زي الفطيرة في الفرن. بس كده كان النهارده الوصفة بتاعتنا، اتمنى ان هي تنال اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله، مع السلامة.